خلصنا الحادق، ندخل على الحلو بقى. واول واحد هنبدا بيه هو الفرن برضو. تعالوا نشوف من جوه، وسعره عامل نفس ال 10 جنيه. ايه ده؟ هو الشوكولاته قليله قوي، بس في شوكولاته من جوه، احنا اللي فات ما كانش فيه اصلا. بس كان في شوكولاته من بره، هنا في شوكولاته من بره. ما اكيد يا بره يا جوه، مش الاثنين يعني. ال 10 جنيه دي فيها البركه. تعال ندوق. اكيد هيكون ظلم للفرن قوي ان انا اقارنه بدول كلهم. يعني انا في الطبيعي لو ماشي وعايز حاجه اكلها هجيب ده بال 10 جنيه اكون مبسوط جدا، انما في وسط المقارنه لا طبعا ما ينفعش يتقارن بيهم. وتاني واحد معانا الاصدقاء ب 39 جنيه. تعالوا نشوف شكله من جوه عامل ازاي. هي دي حته الشوكولاته اللي جوه. تعالوا بقى نشوف الطعم. بسم الله. طعم الكرواسون نفسه حلو، ونوع الشوكولاته اللي بيستخدموها حلو قوي. هي مشكلتي الوحيده معاه ان هو بيتهري، يعني انا مش عارف هو ليه عامل كده. فهنجرب الباقيين ونشوف في الاخر اذا كان ينفع ولا لا. وندخل على ثالث واحد معانا، فلوكيجر، وشكله برده حلو قوي. يعني حاجه فلوكيجر يا جماعه شكلها حلو جدا، بس هل هيكون محشي من جوه ولا لا؟ تعالوا نشوف. وده سعره عامل 50 جنيه. محشي ولا مش محشي؟ بتقول يا صديق؟ محشي اكيد. أنا اكيد بقول مش محشي محشي. شوكولاته. ايه ده؟ طلع محشي. عيب يا. بيبظ جدا، وطعم الشوكولاته وحش جدا بجد؟ قوي. هو منظر على المنظر بس ولا ايه؟ مش عارف شوكولاته بايظه ولا ايه. لا طعم الشوكولاته غريب قوي قوي قوي. شبه ناس في حياتنا. مش هينفع تفوا عشان حرام، ولو تفتها تزعلوا. دلوقتي حصل خلاف، فعايزين فاصل تحكيمي عشان نشوف ايه اللي حصل. شوكولاته بايظه.